السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذه الاستوريات أنا راح أوضح أهم نقطة أو أكثر سؤال يجينا على الخاص. كوتش إحنا شلون نقدر نبلش أو نفهم هذا المجال ونبلش به، وكل التفاصيل اللي تجيني على الخاص راح أجاوب عليها إن شاء الله بهذه الاستوريات، وراح أثبتها عندي بالحساب بالهايلايت على مود الناس. إن شاء الله أول ما راح تشوفها راح تعرف المجال وراح تعرف أو تاخذ هاي الفرصة على مود إنه تبلش بيها. فخليك وياي متابع وركز وياي شويه، واذا تجي تطالع او بمكان فحاول لما ترجع انه تسمع هذه الفويسات اكثر من مره او تسمع هذه الهايات اكثر من مره. خلي معك ورقه وقلم، سجل بها ملاحظاتك، سجل بها اسئلتك، سجل بها الشغلات اللي انت ممكن تدور براسك. اوكي، وان شاء الله اني ما راح اخلي اي سؤال ما راح اجاوب عليه على مود الناس انه يكون عنده فهم ويكون عنده درايه على هذا الموضوع. فراح بلش بمشاركه للشاشه، راح اخليها عندكم بالستوري. فنبلش ببدايه هذا الموضوع. احنا بدايتك بهذا المجال انه اغلب الناس انه حابه انه تبلش او حابه انه يكون عندها مصدر دخل اضافي عن طريق تليفونها، انه حابه يكون عندها مصدر دخل بدون ما تطلع، بدون ما تروح لاي مكان ثاني، من تليفونها، من المكان اللي هي عايشه به. مثل ما أنا اليوم بغرفتي ومكاني جاي انطيك هاي الفرصه وجاي اعلمك على هذا المجال. نروح على السلايد اللي بعده. انا قاسم مناضل، عمري 27 سنه، بلشت بهذا المجال بسنه 2021. طبعا انا موظف بوزاره الصحه، تعينت بوزاره الصحه بسنه 2019. بعد سنه من الوظيفه اكتشفت انه انا لازم اروح ادور على مصدر دخل ثاني. ليش؟ لانه الراتب ما راح يكفي التزاماتي، ولا راح يكفي احتياجاتي، ولا يكفي الشغلات اللي انا اريد انه اوصلها واحققها. فكل احنا نعرف ان الموظف اول ما يريد يروح يبلش بمصدر دخل ثاني راح يروح يشتغل تاكسي. فانا اشتغلت تاكسي، اشتغلت بقاعه، اشتغلت بالجيم، اشتغلت بمكتب، اشتغلت هواي شغلات ثانيه. فهناك اكتشفت انه انا جاي اضحي بشغلتين اساسيات، واللي هو الوقت والجهد. انه انا جاي اضحي بوقتي واضحي بجهدي في سبيل انه اكون مصدر دخل ثاني. اتجهت لمجال الاونلاين ورحت عن طريق الانترنت ودورت على كل المواقع ودورت على كل الشغلات اللي موجوده عن طريق الانترنت. اشتغلت بامازون انه انا اسوي تصاميم تيشيرتات وابيع هاي التصاميم عن طريق الامازون، والحمد لله واشكر انه ما ربحت ولا دولار رغم التعب ورغم التصاميم اللي سويتها ورغم كل شيء. هاي شغله. الشغله الثانيه اللي ممكن تواجهنا بالشغل عن طريق الانترنت بالعراق اللي هو طرق الدفع. العراق مو معترف به ببقيه الشركات وغيره من هواي مشاكل، بالاضافه للنصب والاحتيال اللي موجود. فبلشت بمجال او تعرفت على مجال يسمى بمجال التداول. هناك شفت مشكله انه ما حد يعلمك بالطريقه الصح. فكل احنا نعرف انه اول شغله او اذا اريد اتعلم في شغله معينه وين اروح مباشره على اليوتيوب. سنه كامله على اليوتيوب، من قناه لقناه، من فيديو لفيديو، بعشوائيه صراحه، وما اكتشفت المجال الصح او المجال اللي يعلمنا بطريقه صح. لحد بسنه 2021 انه تعرفت على اكاديميه تعليميه عن طريق الانترنت، والحمد لله واشكر هذه الاكاديميه انه تعلمت عن طريقها من الصفر، تاسست بطريقه صح. والحمد لله واشكر بعد 4 سنوات بهذا المجال انا اليوم تارك وظيفتي ومعتمد اعتماد اساسي على هذا المجال، وهو مصدر دخل الاساسي. والحمد لله واشكر قدرت اساعد اكثر من 3000 شخص انه يبلش بهذا المجال ويتاسسون بطريقه صح ويكونون مصادر دخل عن طريق تليفونهم. نروح على السلايد اللي بعده. خلينا نراويكم شويه الاجتماعات اللي احنا سويناها بكل دول العالم. طبعا احنا موجودين بالعراق والخليج العربي، وموجودين باوروبا، وموجودين باسيا، وموجودين بكل دول العالم. اكثر من 100 دوله احنا موجودين بيها. الاجتماعات اللي صارت لاكاديميتنا بهولندا والمانيا، بالعراق. طبعا انا كنت وانا اللي سويت هذا الايفنت، وانا اللي كنت المؤسس لهذا الايفنت، والحمد لله اشكر قدرنا نجمع اكثر من 2000 شخص انه يتعلمون وياخذون هذه الفرصه. بلجيكا، النرويج، تركيا، لبنان، والسعوديه اكيد، وقطر، وسلطنه عمان، والاردن، ومصر. والسؤال المهم انه انت ليش موجود بهذا الستوري، او انت ليش موجود بهذا الحساب؟ شنو الغايه؟ هواي من عندكم عنده مشاكل بحياته، وهاي المشاكل ممكن تكون مشاكل بقلة فرص العمل، مشاكل بالدخل المادي، ان الوظيفه اللي انت بيها والشغل اللي انت بيه الراتب مالتك ما راح يكفي، عندك مرض معين، عندك اعاقه لا سمح الله، انه هاي الاعاقه ما تخليك تشتغل اي شغله تناسبك. اوكي. والنقطه رقم 4 انه النساء، يعني احنا خلاص نعرف انه هاي الفئه صراحه مظلومه بفرص العمل بسبب عاداتنا وبسبب تقاليدنا كمجتمعات عربيه، انه المراه ما تقدر تشتغل اي شغله تناسبها. اوكي.
اخر شيء او النقطه الخامسه اللي هي انعدام الفرص، وخاصه احنا بالعراق ما شاء الله يعني القطاع الخاص كلش معدوم، والقطاع الحكومي فقط المجموعه الطبيه اللي انا عايفها. اوكي. فكل هاي المشاكل اللي موجوده واللي بحياتنا احنا اليوم راح نخلي لها حل، او احنا اليوم راح نخلي حلول لهاي المشاكل اللي موجوده. قبل ما نبلش بالحل خلي شويه نصفن مثل ما نقول عليها، او ناخذ لحظه ادراك. اذا نروح على الاعدادات الخاصه بتليفوننا ونروح على مده استخدام الجهاز، راح نشوف انه احنا نصرف باليوم ما يقارب 8 ساعات على التليفون، بين مواقع التواصل الاجتماعي، بين تيك توك، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، بوبجي، العاب، تصفح الريلز. وخاصه موضوع الريلز انه جاي ياخذ منه وقتنا بطريقه مخيفه، انه فيديو بعد فيديو، فيديو بعد فيديو، وتشوف انه انت مقضي ساعات كلش طويله على الريلزات وبدون اي فائده. تمام. فتخيل انت لو قضيت 8 ساعات باليوم مده 7 ايام، فانت هنا راح تصرف ما يقارب 56 ساعه بالاسبوع بدون اي نتيجه، بس مجرد انه مضيع وقتك، مضيع جهدك على موقع التواصل الاجتماعي بدون اي فائده. تمام. هاي ال8 ساعات اللي تنطيها باليوم وال56 ساعه بالاسبوع، لو اخذنا منها ساعتين بس، شنو ممكن نوصل؟ شنو ممكن نتعلم؟ شنو ممكن نطور من مهاره؟ تمام. فخلي اراويك هاي الساعتين وين ممكن توصلنا، وين ممكن تخلينا، او شنو نقدر نسوي بيها. بكل صراحه النتيجه على ارض الواقع، او النتيجه اللي انا وصلت لها والحمد لله واشكر، اللي هو تعدد مصادر الدخل، انه انا عندي اكثر من مصدر للدخل. وبعد ما تعلمت مهاره اطلع بيها فلوس، انا اقدر اشتغل اليوم واقدر اشتغل باكر واقدر اشتغل بعد سنه او سنتين. هذا المجال ما راح يختفي، هذا المجال هو مستمر. ليش؟ لانه هو اقتصاد دول. تمام. وراح اشرح عن موضوع الفوركس، وراح اشرح شنو هي الاسواق الماليه. بس هذا اقتصاد دوله. هل من المعقول انه الدولار ينهار؟ مستحيل. معناها الا حرب عالميه او نهايه العالم او يوم القيامه. هل اليورو اللي هو اقتصاد اوروبا يقدر ينهار؟ هل الين الياباني اللي هو اقتصاد اليابان ممكن ينهار؟ مستحيل. فهاي العملات او هاي الازواج انا اقدر اتداول بها بعد 10 سنوات او 100 سنه. اوكي. وطبعا جاي تطلع اسواق ثانيه جديده. زين، انه يكون عندك دخل شهري، طبعا مو شهري، هو اسبوعي، يندفع لك كل اسبوع، واحنا نقدر نسميه مصدر الدخل السلبي. اوكي. انه انت يجيك فلوس بدون ما تتعب عليها، وهذا واحده من مصادر الدخل اللي موجوده. زين، السؤال المهم انه انا شلون اقدر استثمر بنفسي واستثمر بوقتي واستثمر هاي 56 ساعه اللي جاي اصرفها بشكل اسبوعي بهذا المجال. ركز وياي كل زين. خلينا نفهم الاسواق الماليه، خلينا نفهم انه احنا وين داخلين بالاول. الاسواق الماليه راح تقسم الى 3 اقسام رئيسيه. طبعا هو اكو اقسام ثانيه بس انا ما راح اذكرها. انا راح امشي على الشيء اللي يفيدنا، على الشيء اللي احنا نقدر نربح من عنده. الاسواق الماليه راح يكون السوق الاول اللي هو سوق الفوركس او سوق العملات الاجنبيه. هو عمليه تبادل عمله مقابل عمله ثانيه بفرق سعر معين، وهذا راح يكون على صفقات احنا نقدر نسميها CFD، وفرق السعر انا راح اقدر اربح من عنده. راح ابسطها بطريقه افضل، اوكي، بشرح بسيط بس راح توصل لك الفكره ان شاء الله. انا اليوم عايش بالعراق واريد اروح اسافر للامارات مثلا، انا راح اروح احول الدينار العراقي الى درهم اماراتي. اوكي. بعد ما حولت بدقيقه واحده او مجرد ما طلعت من محل الصيرفه ورجعت، ادرجع ال100 درهم. تمام. مثلا ال100 درهم نقول 70,000 مثلا. هاي ال100 درهم ما راح يرجع ليها 70,000، راح يرجع ليها بفرق سعر ممكن 68,000، ممكن 69,000، ممكن 67,000. ليش؟ هنا أنا أخذ فرق السعر، هو أبو الصيرفة استفاد. فأنت شلون تقدر تستفاد من فرق السعر اللي يكون بين العملات؟ واقصد هنا العملات العالميه مثل الدولار، اليورو، الين الياباني. هاي العملات انا اقدر اتداول بيها. فتخيل انت سيوله هذا السوق تقدر باكثر من 7 تريليون دولار. هذا راح ينطينا فرص انه نتداول على هذا السوق ونقدر نربح من عنده. اوكي. اما السوق الثاني اللي هو سوق العملات الرقميه، هو سوق مبني على شبكات الانترنت، مو على ارض الواقع. سوق جدا حديث، بلش بسنه 2008 باول عمله رقميه اسمها البيتكوين،
واليوم تقدر سيولة هذا السوق بأكثر من 2 تريليون دولار. وهذا هم راح ينطينا فرص أنه نقدر نستثمر بعملات تكون مشاريعها قوية ومشاريعها جدا مربحة. النقطة رقم 3 واللي هو الأسهم، واحد من أقدم الأسواق المالية اللي موجودة. وقبل ما أبلش بسوق الأسهم صراحة حاب أمضي قصة صغيرة. أغلبيتنا شايفين مسلسل طاش مطاش، أنه لما نروح على البورصة ويخابر بالتلفون الأرضي اشتروا للسهم الفلاني وبيع للسهم الفلاني، تمام؟ هاي العملية هي عملية قديمة للتداول، لكن اليوم صار عن طريق تلفونك أنت تقدر تفتح صفقة وتقدر تصد صفقة خلال أجزاء من الثواني، تمام؟ سوق الأسهم قلنا هو واحد من أقدم الأسواق المالية. هو أنه يعني أنت تشتري حصة من شركة معينة وتشتري عدد معين من الأسهم. راح أبسط الموضوع أكثر، مثل شركة أبل، أمازون وغيرها. عندنا بالعراق أكو هيئة اسمها هيئة الأوراق المالية. هاي الهيئة موجودة ببغداد طبعا، تنظم سوق اسمه سوق العراق للأوراق المالية. أنا أقدر أروح وأشتري أسهم لشركة آسيسل، أو أسهم لمصرف بغداد، أسهم لمصرف آشور، تمام؟ أستثمر بهاي الأسهم. فهنا إنه راح يجيني دخل شهري، دخل سنوي، لأنه يعتبر واحد من أكثر الأسواق الأمان، ودخلها يكون سنوي. طبعا يكون بها أرباح وعوائد سنوية ولا آخره. بداية الموضوع الخطة راح تكون عبارة عن شهر كامل، يعني عبارة عن 4 أسابيع. فراح أبلش أسبوع لما نعرف الخطة اللي إحنا راح نمشي بيها. بداية الأسبوع الأول إحنا راح نبني ركائز بهذا المجال، يعني راح نتأسس بصورة أو بطريقة صحيحة من الصفر، تمام؟ فراح يكون عندنا فهم للمجال من الصفر ولمدة أسبوع كامل إن شاء الله. وبعدها راح نبلش بالربح السريع، إنه نتعلم على تطبيق التوصيات، نتعلم على استراتيجية معينة، ونتعلم إن شلون نطبق كل هذه الأمور بالحساب التجريبي. وهذا كله راح يكون عبارة عن أول أسبوع بس، عبارة عن 7 أيام. المطلوب منك إيش قد؟ مثل ما قلنا بداية الفيديوهات، المطلوب منك 2 ساعة بس. زين، بعد ما خلصنا الأسبوع الأول راح نروح وين؟ راح نروح على الأسبوع الثاني. بهذا الأسبوع الثاني أنت راح تدخل للتشارت، أو مثل ما نقول عليها إنه راح تدخل بالديب، بالعميق، إنه أنت راح تفهم المجال شلون ماشي، راح تفهم حركة السوق، راح تفهم الشموع اليابانية، الشموع اللي صاعدة نازلة. طبعا هو مو تخطيط قلب، لا الشموع اللي صاعدة ونازلة، أنت راح تفهم هذا الشيء. فراح تبلش بأول شيء اللي هو التحليل الفني الكلاسيكي، واللي يعتبر أساس التحليل الفني. وراح تتعلم وتفهم السوق وتعتمد على نفسك بدخولك للصفقات. راح تتعلم استراتيجيات جدا قوية واستراتيجيات جدا جبارة. أنت اللي راح تحلل واللي راح تدخل بالصفقات إن شاء الله. زين، هذا كله راح يكون يتضمن، أو الأسبوع الأول بعد ما تخلصه راح يكون أكو تقييم لهذا الأسبوع، إنه أنت هل فهمت أو ما مدى فهمك للأسبوع الأول. أما الأسبوع الثاني بعد ما تخلص راح يكون أكو اختبار لهذا الأسبوع. وبنفس الوقت إنه كل أسبوع أنت راح تخلصه راح يكون إلى مراجعة، يعني فيديو واحد أو فيديوين أنت راح يراجع لك كل الأسبوع اللي أخذته. فأنت هنا يعني راح تعرف أخطائك وين، راح تعرف شنو الشغلات اللي أنت ممكن ما مرت عليك أو ما فهمتها. أقدر أفهمك إياها بفويس أو باتصال سريع، نفهم هذا الشغلات ونفهم هذه الأمور المطلوبة من عندنا. زين، نروح وين؟ على الأسبوع الثالث. خلصنا، تدربنا، عرفنا إنه شلون نربح وكل هالأمور. الأسبوع الثالث راح تبلش بالحساب الحقيقي، وبنفس الوقت راح يكون أكو تدريب مع رواد أعمال دخلهم الشهري يوصل إلى 6 أرقام بالسنة. أوكي، إحنا نقول عليهم 6 فيجر. أنت راح تتدرب مع هاي الرواد، راح تاخذ كورس متكامل اسمها كورسات جي سي ليجند. هذا الكورس راح يكون عبارة عن كورس تجارة إلكترونية، وكورس إدارة الذات، وكورس البداية الذهبية. لأنه بكل صراحة الشخص بدون عقلية أو ما عنده عقلية إدارة الذات أو إدارة المال أو التخطيط الصحيح أو الروتين الصحيح اللي يمشي بحياته، ماكو كل فائدة إنه أنت تعرف تربح من هذا المجال. فلازم يكون عندك عقلية صح كشخص مستثمر، كشخص رائد أعمال، على مود تمشي بهذا المجال بصورة صحيحة. لأنه ممكن تمر بداون، تمر بمطب، تمر بمود السلبية أو إنه تفقد الثقة بهذا المجال. فأنت راح تتدرب بالعقلية الصحيحة. احنا عرفنا أو قلنا بداية الأسبوع الثالث إنه أنت راح تبلش بالحساب الحقيقي. فلما راح تبلش بالحساب الحقيقي راح يكون لك خطة ربح تراكمي للحساب الحقيقي. هاي الخطة الهدف من عندها إنه أنت تدبر رأس مالك.
طبعا هاي الخطة راح تكون لرأس مال 250 ورأس مال 500 ورأس مال $1000. لما اي شخص يقول انه انا جيت راح اودع، هذا الموضوع راح يجاوبك على هذا السؤال، او هاي الخطط الموجودة هي اللي راح تجاوبك على هذا السؤال. اقدر اودع اقل من $250؟ اي عادي تقدر تودع، بس انت ما راح تاخذ خطة ربح التراكمي، لانه هذا الشيء راح ياثر على حسابك، راح تتعرض لخسائر كلش هوايه وممكن حسابك يتمرجن. الهدف من عندها انه انت تدبر راس مالك. تودع 250 راح تسوين 500، تودع $500 راح تسوين 1000، تودع $1000 راح تسوين $2000. تمام. طبعا هم ماكو نتائج ثابته، لانه نتائجك تختلف عن نتائج غيرك، نتائجك تختلف عن نتائجك، بس احنا راح نمشي على هاي الخطه على مود نوصل للهدف اللي احنا نريده، او نوصل للتارجت اللي احنا نريده. هذه نتائج استراتيجيات، استراتيجيه الفي اي بي، استراتيجيه باقه البريميوم، واستراتيجيه السلكت. وهنا الطلاب بعد ما تدربوا وتعلموا بطريقه صح وبلشوا بحسابات حقيقيه وايداعات حقيقيه، الحمد لله قدروا انه يطلعون هذه الارباح ويعتمدون على نفسهم بالاستراتيجيات اللي احنا اخذناها بالاسبوع الاول. هذه النتائج التوصيات اللي عندنا والحمد لله. طبعا قناه جي سي ال بروفيت، وقناه الجي سي ال سنايبر، قناه الجي سي ال في اي بي اللي تكون خاصه بالمؤشرات الداو جونز والناسداك. السنايبر راح تكون خاصه بالذهب، والبروفيت راح تكون خاصه بازواج العملات اليورو والدولار والين الياباني، ومرات ننزل صفقات على الذهب. الان ارباح الطلاب من التوصيات مثل ما جاي نشوف انه الطلاب جاي يطلعون ارباح من التوصيات، هذا جزء بسيط من الارباح اليوميه اللي طلعوها الطلاب من التوصيات. هنا أنا راح اجاوب بعض الاسئله اللي ممكن تنطرح هسه، او اكثر اسئله تجينا على الخاص. اول شغله، شلون راح يكون التعليم؟ التعليم راح يكون اونلاين، بدون مكتب، بدون ما تروح المكان الفلاني، بدون ما تصرف وقت بالسيارات واروح المكان وازدحامات وتحتاج ساعه يلا توصل وساعه يلا ترجع. تليجرام بالاضافه الى الزوم، هذين التطبيقين انت راح تقدر توصل لكل العالم، راح تقدر تتعلم عن طريقهم، وراح تكون تحت تدريبي وتحت اشرافي. زين، السؤال الثاني، شلون اقدر اسحب ارباحي؟ طبعا هذا الموضوع سحب الارباح يختلف من دوله الى دوله، لانه اللي بالعراق يختلف عن اللي موجود بمكان ثاني. فاللي بالعراق راح تقدر تسحب ارباحك عن طريق الزين كاش، عن طريق الكي كارد، عن طريق الاف اي بي، عن طريق الفاست باي. يعني اذا اكثر الشغلات اللي هي منتشره بالعراق انت تقدر تسحب ارباحك وبكل سهوله وماكو اي شيء عليك. زين، السؤال الثالث، هل الموضوع سهل او صعب؟ طبعا هو ماكو شيء سهل وماكو شيء صعب نهائيا. انت لما تخلي براسك انه تريد تتعلم لشغله معينه او تريد تتعلم لمهنه معينه، راح تتدرب، ولما راح تتدرب راح تغلط، ولما راح تغلط انت راح تتعلم. تمام؟ فماكو شيء سهل وماكو شيء صعب، كل احنا عندنا نفس القدرات، وكل احنا عندنا نفس الادوات، وكل احنا عندنا نفس العقل اللي موجود عند كل الناس. فبالتزامك ومثابرتك انت راح تقدر تطلع ارباح من هذا المجال. يعني هل انت تروح للجيم تدفع اشتراك جيم وما تتمرن وتجي نهايه الشهر تقول ليش جسمي ما معضل؟ اكيد لا. فهذا الموضوع نفس الشيء هنا، انه انت لما تشتري كورس او لما تدخل تحت تدريب اشراف شخص، هذا الشخص ما راح يجي ينزل عليك وحي ويقول لك انه انت راح تربح من هذا المجال. اكيد لا. الموضوع يحتاج التزام، يحتاج مثابره، يحتاج انه تلتزم بالمهام اللي ينطيك اياها، والف خطوه تبدا بخطوه، والف ميل يبدا بميل. انت تمشي شويه خطوه 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 خطوه. وكل احنا بلشنا بهاي الطريقه، كل احنا بلشنا نتاسس ونضبط نفسنا خطوه بخطوه. نقطه رقم 4، هل هو الموضوع حلال والحرام؟ صراحه انا مو شيخ على مود اجاوبك على هذا السؤال، لكن انا منزل عندي بالهايلايت بحساب الانستغرام موضوع الحلال والحرام. هذه فتوى تخص المرجع اللي انا اتبعه، انت تحب تاخذ بيها اخذ بيها، ما تحب تاخذ بيها تروح على مرجع ثاني، تروح على رجل دين ثاني تسأله هذا الموضوع وهو راح يجاوبك. بس اهم شغله انه انت لازم توصل له الصوره بطريقه صح، تسأله بطريقه صح. ماشي. النقطه رقم 5، هل احتاج الى لابتوب او ايباد؟ طبعا اكيد تحتاج الى لابتوب او ايباد. هذا راح يسهل لك الموضوع. تمام، راح يسهل لك الموضوع بطريقه مخيفه، انه انت يكون عندك ايباد او لابتوب. تمام، على مود الشاشه تكون اكبر وتاخذ راحتك بالتحليل وتاخذ راحتك بالتعليم، وما اتوقع اكو بيت اليوم ما بي لابتوب او ما بي ايباد، واسعارهم كلش بسيطه. اقدر ابلش بس بالتليفون، تقدر تبلش، بس الموضوع راح يكون صعب عليك،
لان التليفون الشاشه مالته صغيره وراح يكون صعب نوعا ما. تمام. وخاصه انت لما التليفون دائما احنا نعرف انه بيه اشعارات مزعجه، رساله من فلان، اشعار من فلان، علق فلان على منشورك، فانت راح تضيع، راح تتشتت. بس لما يكون اكو لابتوب او ايباد خاص للشغل، خاص للبزنس مالتك، لا الموضوع راح يكون بتركيز اعلى، وهذا الشيء راح يساعدك انه شخص يستمر بالتركيز لمده ساعه او ساعه ونص، افضل من انه 4 ساعات او 5 ساعات لكن هو مشتت، كل ربع ساعه يشتت على شغله، كل شويه جايته اشعار. تمام. راح نجي على موضوع التدريب الشخصي، وراح نعرف انه التدريب راح يكون عباره عن 3 باقات. الباقه الاولى اللي هي باقه السلكت، والباقه الثانيه اللي هي باقه البريميوم، والباقه الثالثه اللي هي باقه الإليت. فانت اذا حابب انه تبلش بهذا المجال وبلش تحت تدريبي وتحت اشرافي، واني اخذك خطوه بخطوه، وبعد ما نبلش ان شاء الله نصعد مكالمه انا وياك، وهي المكالمه اسميها مكالمه خطوتك الاولى. انه تدخل اشوف اهدافك، اشوف طموحاتك، اشوف الشغلات اللي انت حابب تحققها، ونشتغل عليها انا وياك سويه، واشرح لك السيستم بطريقه افضل بعد، وادخلك الجروبات وادخلك للسيستم كليته ان شاء الله. اهم شغله اذا انت حابب تبلش بالتدريب الشخصي، انه تكتب اسمك وعمرك والباقه اللي حابب تبلش بيها، والدوله اللي انت موجود بيها او من وين، اذا شفت بالعراق او خارج العراق. تمام. على الخاص، وانا راح اعطيك باقي تفاصيل، تفاصيل الباقات. تمام. تفاصيل الدفع، تفاصيل شلون تبلش، وهذه الامور البقيه. انا هنا اقدر اقول انه خلصت شرح هاي الفرصه، وشرح تفاصيل اللي موجودة عندي والشغلات اللي انت راح تبلش بيها ان شاء الله. هسه حاليا انت كل اللي عليك تسويه انه هل راح تستغل هاي الفرصة لو راح تمر مرور الكرام. اذا راح تخليه تمر مرور الكرام، بهو على وضعك المادي، شوف ليش ما متغير. او احنا مرات نلوم اهلنا ونلوم ابائنا انه ليش مو احنا اغنياء، واذا تروح وتسأله تقول له يابا انت كم فرصة ضيعت في حياتك، سواء بالزمن السابق او بالزمن الحالي، راح يقول لك مضيع آلاف الفرص، وهاي الفرص لو هو مستغلها كان صار غني مثل فلان وفلان وفلان وفلان. صح؟ فالفرص تمر عليك، وبقى انت هل راح تستغلها؟ لا.